بدأت الوحوش اللي اتحولت في الجهاز علشان تبدأ الحرب الأخيرة والكبرى، لكن أول حاجة عملوها إنهم أكلوا القائد اللي حولهم وعمت الفوضى في المكان. وفي الناحية التانية عند برايد وإل ظهر الخيميائي القرمزي وعمل فتحة في السجن اللي كان محبوس فيه برايد وطلع منه. وفي الناحية التالتة اتحرر الكائن الصغير اللي كان وحش إنفي وبدأ ياكل من الوحوش دي ويتغذى عليهم لحد ما عمل وحش كبير جدا منهم ورجع مرة تانية بشكل السحلية بتاعته دي. وفي الناحية الرابعة على التوالي يا صديقي القائدة أرمسترونج كانت بتتقاتل مع الوحش اللي اسمه سلاف جوه سنترال سيتي، لكن بيظهر أخوها وينقذها. ونرجع مرة تانية لإل اللي كان بيقاتل الخيميائي القرمزي وبرايد اداله الجندي اللي معاه حجر الفلاسفة اللي كان لقاه في الأنفاق زمان. أخدوا إل وبدأ يهرب، رجع لقتال الاتنين مرة تانية وبدأ القتال بينهم. وبيتضرر الخيميائي القرمزي بدرجة كبيرة جدا في القتال، فيقوم برايد الطفل بقتله علشان يعيش جواه. وفي الناحية التانية القتال بين الأخوين أرمسترونج ووحش السلاف، قام الأخ الأكبر القائد أرمسترونج بقتل السلاف بأنه بلعه عمود زي الخازوق يا صديقي. لكن للأسف الشديد الوحش ده مش بيموت وبيقوم بتجديد أطرافه من جديد. في الناحية التانية إنفي بيقابل خيميائي اللهب وبيسأله هل أنت اللي قتلت القائد هيوز؟ يرد عليه ويقول له أيوة أنا اللي قتلته. وهنا تدور معركة فتاكة بين الاتنين، لكن بيقوم إنفي وبيفهم إنه هيتفشخ فيقوم يتحول تاني ويجري من خيميائي اللهب، لكنه ما سابهوش وبدأ يطرده وبدأ يعذب فيه أكتر وأكتر ويحرق في أمه أكتر وأكتر انتقاما للقائد هيوز لحد ما وصل لكل قوته خيميائي اللهب. وهنا فشخ إنفي بكل الطرق لحد ما كان هيقتله، لكن بيظهر إد وسكار ويوقفوه ويقولوا له إحنا مش قتالين قتلة. وكل اللي حواليه بيحاولوا يفهموه إن آخرة الانتقام والغضب ليس إلا التوهان زي ما حصل لسكار، واللي حصل إن إنفي قتل نفسه في الآخر. تعالوا بقى نرجع للوحش التاني اللي هو السلاف اللي القائد أرمسترونج حط الخازوق في بقه. ببساطة جدا يا صديقي فك نفسه من الخازوق وصلح بقه ولا كأن أي حاجة حصلت، وبدأوا يتقاتلوا مع بعضيهم اتنين عمالقة زي ما انت شايف مع بعض. القائد أرمسترونج بيبدأ يستخدم كامل قوته ضد سلاف ويبهدله. تمت السيطرة على سنترال سيتي من قبل جنود بريغز اللي تحت قيادة الأخوين أرمسترونج من الخونة واللي كانوا شغالين مع وحوش الهومونكلس. ونرجع تاني للأخوين أرمسترونج وسلاف. القتال بيكمل تاني عادي جدا، لكن اللي بيحصل المرة دي إن الجنود بنفسها كانت بتقاتل سلاف وتجمع عليه وما كانوش خايفين منه نهائي. وهنا تظهر معلمة الأخوين الريك وتقوم بنطح سلاف ولا كأنه كورة جلد، فيقوم يرد عليها سلاف، لكن وهو جاي يضربها المعلمة لعبت بيه حرفيا وتم فشخ سلاف بنجاح يا صديقي. وبكده تم السيطرة على سنترال سيتي بالكامل. لكن وإذ فجأة يظهر القائد برادلي ويقول لهم انتم فاكرينها سايبة ولا ايه؟ يا جنودي يا حبايبي اصحوا للكلام، انا لسه موجود، ده انا حملة لوحدي يا شوية ناس مندسة. لكن بطبيعة الحال برضو في المعارك الكتير دي ننتقل لحتة تانية نهائي، وهي الخناقة اللي بين والد الأخوين الريك وشبيه الوالد. وبدأت الخناقة بينهم، لكن والد الأخوين بيقتل شبيهه بسهولة فشخة. برضو حط خازوق برضو في شبيه الهومونكلس وطلعه من بقه. هو ايه كمية الخوازيق اللي احنا بنشوفها دي؟ هل دي علامة يا مارد؟ هو واضح انهم متعودين جدا على الخوازيق ولا سليمان الحلبي يا صديقي. لكن الوحش ما ينفعش يموت بسهولة دي الا وكان يعني نقول مع السلامة ونقفل الانمي بقى. هنا الوحش يطلع من الجسم اللي زي الوعاء ده ويورينا الشكل الاسود الحقيقي. وهنا بتظهر قوة الوحش حقيقية ألا وهي العين. نسيبنا شوية من الاثنين اللي شبه بعض دول وتعالوا نرجع للقائد كينج برادلي. طبعا القائد دخل دخول رايق بيسبب حرايق وفشخ في الكل حرفيا، ده حتى قسم قذيفة مدفع بسيفه وببساطة قطع ايد الراجل الحديدي. لكن بيظهر هنا الامير لين اللي هو جريد ويقف قدام برادلي اللي هو راث او الغضب، وبدأ القتال بينهم. هنا بيظهر الحامل عجوز ويضحي بنفسه وهو حواليه متفجرات، لكن كينج برادلي ببساطة يقوم قاتل الراجل ده وكمان قاطع فتيل القنابل. طبعا في نفس ذات اللحظة اللي كينج برادلي ما كانش مركز فيها إلا مع الراجل اللي مليان قنابل ده، بيقوم القائد اللي اتقطعت ايده يقوم غازز وغارس كينج برادلي بسيفه في بطنه، وبعديها ينط عليه جريد ويعوره في عينه.
الناحيه التانيه بقى بتاعت اد واللي معاه يقابلوا عالم مجنون ويبدا في مراسم اليوم الموعود. وهوب يا صديقي، بعد ما كمل العلامه على الارض وجمع المضحيين معاه بدات الارض تهتز جامد جدا، وواضح ان الطاقه بتمشي في النفق اللي كان تحت الدوله كلها، وكله حس بيه وبالطاقه اللي في الانفاق. وهنا بتظهر اعين الحقيقه في الاماكن كلها، وتبدا تبلع بعض الناس المختارين معلمه الاخوين اد وإل وسحبتهم. في الوقت ده انضرب كينج برادلي على يد جريد او الامير لانه وقع في الميه. انتقل الثلاثة اد وإل ومعلمتهم لعالم تاني غريب، بيظهر لهم الوحش الاسود اللي كان بيقاتل والد الاخوين وهو بالع فون هوهنهايم. ويبقى كده دول 4 من اصل 5 تضحيات. نرجع تاني لخيميائي اللهب، العالم المجنون اللي فتح الابواب في الاول بيقول الخيميائي ده انه هياخد الست بتاعت المسدسات التضحية ال5 وضربها في رقبتها، وقال له لو عاوز تنقذها افتح البوابة. بيرفض الخيميائي في الاول لكنه بيحب البنت دي، فبيتردد كتير الخيميائي، لكنه في الاول والاخر بيحبها وبيقرر انه مش هيفتح البوابة وهيضحي بحبيبته. وبتنقذها البنت الطفلة اللي معاها البنده الصغيرة الكيوت دي. بتعقد المواضيع اكتر وبيظهر لهم كينج برادلي وبياخد الدواء بتاع حجر الفلاسفة اللي كان مع العالم المجنون. وبيظهر كمان الواد الصغير برايد. بيهجم كينج برادلي على خيميائي اللهب وبيغرس سيفين في الايدين بتوع الخيميائي علشان ما يعرفش يولع في المكان. والولد الصغير بيرسم الوش على الارض وبعديها بيفتحوا البوابة علشان يكون خيميائي اللهب هو التضحية ال5. المعروف للأسف انك عشان تعدي للبعد التاني ده لازم تضحي بحاجة، زي ما ضحى اد بدراعه ورجله، ال ضحى بجسمه كله المادي، المعلمة ضحت بالرحم بتاعها، ابوهم لسه مش عارفين هو ضحى بايه بس ما علينا. خيميائي اللهب اتاخد منه بصره. بدأ الاخوين الريك بيرهوا مع الولد الصغير برايد تحت الارض، وفوق الارض كان سكار بيتخانق مع كينج برادلي، لكن الوحش اللي بالع ابوهم مسكهم كلهم وحط كل واحد فيهم في علامة وقال لهم ان جه الوقت اللي كلنا مستنيينه، وقت كسوف الشمس. بيظهر في اللحظه دي جريد ويضرب الوحش الاسود ده بس ما بيلحقش يعمل اي حاجه، وبتبدا المراسم وتتفتح البوابه. وهنا تظهر عين الحقيقه في بطن كل واحد من ال5. تتفتح البوابه في البلد كلها وتموت الناس اللي جواها، وتنفتح بوابه الارض ويطلع منها وحش اسود عملاق، ويفتح بوابه تانية في السماء وتظهر فيها عين. يطلع الوحش ده للقمر فوق، وهنا يبدا الالتحام بينهم ويحصل انفجار كبير جدا. وبعديها ال5 تضحيات يصحوا يلاقوا الاب قاعد قدامهم في شكل شاب. وهنا هوهنهايم بيبدا في حاجه اسمها التحول العكسي، وانه كان بيوزع من دمه قبل اليوم الموعود ده في اماكن معينه في البلد برضه علشان يحضر لليوم ده، وبدا يعمل دايره معاكسه. وهنا تنطرد كل الارواح اللي جوه الهومونكلس وترجع لاصحابها، ويبدا القتال بين الاب وفون هوهنهايم. وبتساعدوا البت الصغيره اللي بالبنده الصغيره، بيهرب منهم الاب ويطلع فوق الارض ويبدا يسحب ارواح الناس سيدويا علشان ترجع القوه تاني. هنا يبدا القتال بين اد والواد الصغير برايد اللي كان ناقص. وقال ايه ان الواد الصغير كان عايز ياخد جسد اد كوعاء، لكن على مين يا اسطى؟ اد قام وعمل دبل كيك في روح الهومونكلس ده وهوب دخل جواه، هوب مسك في راسه وسواه بخور. وهنا مات برايد. بقيه الفريق لحقوا الاب علشان يوقفوه، لكن الاب بيجمع قوته كلها وبيضرب شعاع كبير جدا نسف كل اللي قدامه بيه. جسم آل الفولاذ اتدمر وايد اد ما بقتش شغاله، وهوهنهايم طاقته كلها استخدمت. لكن بتبدا الجنود هنا بالتجمع وضرب النيران على الاب، وبدا برضه خيميائي اللهب الناس بتوجهه وهو يضرب، وبدا برضه جريد بالهجوم على الاب. لكن للاسف مع كل الضرب ده الاب يعتبر ما اتلمسش، بل وكمان بيبتلع قوه جريد. وبعديها بيحصل انفجار كبير جدا. بيظهر الاب وهو رايح على اد، لكن هنا ال بيقرر انه يضحي بروحه كلها علشان ايد اد ترجع له، وبالفعل يحصل وترجع ايد اد، لكن كان الثمن غالي جدا. طبعا هنا اد اتغاب على الاب وبدا في سلسله الانتقام منه بسبب كل الخسائر اللي خسرها اد. بيتم بهدله واهانه الاب على ايد اد، لكنه يقوم اخر مره ويقوم جاري على جريد ويرزع ايده في بطنه علشان يسحب حجر الفلاسفه اللي جواه. فيقوم جريد بسيبان جسم الامير لانه يقوم راكب جوه جسم الاب، لكنه بيركب ويقوم بغدره، وبدل ما يحول جسمه لمعدن الالماس اللي هو اقوى حاجه حوله للكربون الهش. لكن الاب يلحق نفسه ويطلع جريد من بقه ويموته، لكن كان بعد فوات الاوان. هجم عليه اد واداله بوكس في بطنه وخرمها. بدات الارواح تطلع منه مره تانية ويفقد سيطرته عليهم ويفقد قوته، وهوب اكل نفسه واختفى. ودار حوار مهم جدا بين الابيض والاسود، الين واليانج، الخير والشر.
بيتم حبس الشر داخل البوابة الأخيرة ويعيش الكل هنا في سلام. لكن للأسف كل اللي ضحوا بحاجة وهم بيفتحوا البوابة لسه ما رجعت لهمش. الكل زعلان على تضحية إيد بروحه علشان إيد، لكن إيد مش بيستسلم وبيقوم راسم دايرة تحويل جديدة ويدخل الحقيقة مرة تانية. ساوم إيد معرفته كلها بالخيمياء مقابل إرجاع إل مرة تانية. أخد أخوه ورجعه للعالم مرة تانية، وهنا إل يرجع بهيئته البشرية العادية. بعد الحرب دي كلها راح والد الأخوين الريك لقبر مراته ومات هناك يا صديقي وهو قاعد قدام قبرها. أصبح خيمياء اللهب هو رئيس الدولة، ويرجع الأمير لين والبنوتة الصغيرة لقراهم، ويروح الأخوين الريك للميكانيكية صاحبتهم وللجدة. بيقرر إيل إنه يسافر الشرق علشان يتعلم الخيمياء الشرقية الطبية، ويقرر إيد إنه يروح للمنطقة الغربية وإنه هيتعلم كل العلم اللي هناك. وبكده الفيديو خلص. سلام.